أعلن قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دوقلو حميدتي التزام قواته بالوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة. وقال حميدتي في تغريدة: بحثت اليوم عبر الهاتف مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا التطورات الراهنة في السودان والأسباب التي أدت وإلى تفاقم الأوضاع وكيفية استثمار الهدنة المعلنة في فتح الممرات الإنسانية. وأضاف: نحن ملتزمون بالوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة ونؤكد احترامنا للقانون الدولي الإنساني وبكافة حقوق المدنيين. وأعرب حميدتي عن شكره لوزيرة الخارجية الفرنسية على النقاش المثمر والبناء والذي اتفق فيه على العديد من المسائل الضرورية والتي سيكون لها تأثير مباشر وعلى مجمل الأوضاع في البلاد. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم السبت أن كل المطارات تحت سيطرة الجيش ما عدا مطاري الخرطوم ونيالا. وقال البرهان خلال حديثي لقناة العربية: أنا موجود حاليا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش. وأوضح البرهان أن الأوضاع المعيشية في تدهور ونشاطر المجتمع الدولي قلقه تجاه الرعايا الأجانب. وأعلن البرهان في وقت سابق من اليوم السبت أنه سيتم تقديم المساعدة اللازمة لإجلاء الرعايا والبعثات الدبلوماسية وذلك للدول من السودان خلال الساعات القادمة على خلفية الاشتباكات الدامية التي تعصف بالبلاد منذ السبت الماضي. واتهم قائد الجيش السوداني قوات الدعم السريع بالتعدي على البعثات الدبلوماسية دون مراعاة للقانون الدولي، وأشار إلى أن مجموعات الدعم السريع منتشرة وداخل الأحياء السكنية وتتخذ المدنيين دروعا بشرية. وقال البرهان إن مجموعات الدعم السريع أخلت المستشفيات وحولتها لمرتكزات عسكرية واعتدت على محال تجارية وبنوك ومؤسسات حكومية. ويوم السبت دخل النزاع في السودان يومه الثامن، حيث تسمع بين الحين والآخر اشتباكات منقطعة رغم اتفاق لوقف إطلاق النار خلال العيد وبين قوات الجيش والدعم السريع. وسمع دوي اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم بعد ساعات من الهدوء، فيما أفاد مراسل العربية والحدث وبسماع دوي المدفعية في أم درمان مع ثاني أيام عيد الفطر وسقوط 6 قتلى بقذيفة في منطقة المنصورة بأم درمان. واعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني أن قوات الدعم السريع هي من بدأت بالاعتداء واتخذنا موقفا دفاعيا، مؤكدا أن الجيش هو قوات سودانية وطنية خالصة وليس خاضعا لأي شخص. وحول توقعه لتوقيت انتهاء هذا النزاع، رد البرهان بأنه لا أحد يمكنه التكهن متى وكيف ستنتهي الحرب، مضيفا أن الحرب داخل المدن كما اسمها تطيل أمد المواجهة وأنه يجب إخراج المسلحين من المناطق السكنية ولإنهاء الحرب. وأفاد البرهان أن مجموعة من الدعم السريع قد اقتحمت سجن الهدى وقتلت حراسة. ونفى قائد الجيش تصريحات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوقلو حميدتي عن علاقته بالنظام السابق وقال إنها تصريحات كاذبة. وعن موقع تواجد حميدتي رهن البرهان رد بذلك: لا أحد يعرف أين حميدتي حتى قواته. ونفى البرهان استهداف بذلك الجيش السوداني ولأي شخصيات رسمية كما تفعل مجموعات الدعم السريع على حد تعبيره، ومشيرا إلى أن مزاعم حميدتي يراد بها الفتنة والواقعة مع الجيران، وعن تلقي مجموعات الدعم السريع لمعونات خارجية. وذكر البرهان أنه لا تأكيد حتى الآن على دعم مجموعة فاغنر وذلك للدعم السريع. وعرب البرهان عن تصميمه على دمج قوات الدعم السريع في الجيش باعتبار أن قضية الدمج هي التي أشعلت النزاع. وكشف البرهان أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر اتصل به وأكد أن دعمه للطرف الآخر قوات الدعم السريع لا صحة له. وعن دول الجوار ذكر البرهان أن التنسيق مع تشاد إيجابي ومستمر ولضبط أي مسلح تابع للدعم السريع. وشدد قائد الجيش السوداني على أنه يقوم بواجبه ومستعد لتحمل المسؤولية كاملة، وواصل: نسعى إلى عدم التصعيد والحفاظ على مكتسبات الدولة السودانية. ولمح إلى أن النزاع الراهن جزء منه يرجع لأسباب سياسية وتسعى إلى تنفيذ الانتقال السياسي لحكومة مدنية. واختتم رئيس مجلس السيادة بأن الخاسر الأكبر في الحرب هو الشعب السوداني، وندعو لحوار داخلي ولحل الأزمة. وبعث البرهان بذلك برسالة إلى الشعب السوداني قائلا: الحرب فرضت على قواتكم المسلحة ونطالبكم بالصبر. وتجددت الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 9 أيام المواجهة بينهما
بينما واصل الطرفان حرب البيانات الإعلامية الموازية. ووفق مصادر محلية فقد وقعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم في منطقة سوبا جنوبي الخرطوم وفي منطقة بحري، واستمرارا للسجال الإعلامية بين الطرفين. قال الجيش السوداني في بيان إن قواته رصدت استخدام المتمردين أسلوب خداع يتضمن ارتداء أزياء القوات المسلحة واستخدام عربات لاند كروزر وبطلاء يشابه المستخدمة في عربات الجيش، وللتضليل ومحاولة إلصاق بعض الانتهاكات والجرائم والتي يرتكبونها بقواتنا. في المقابل قالت قوات الدعم السريع إن قوات الانقلاب المنسودة بالجماعات المتطرفة انتهكت الهدنة المعلنة وقامت بضرب قوات الدعم السريع في منطقة كافوري شمال الخرطوم بالطيران، وشمل الاعتداء منازل المواطنين الأبرياء ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وتأتي تلك التطورات في ظل تصاعد الجهود الدولية لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان بعدما فشلت جهود الوساطة المتعددة في الوصول إلى تهدئة بين الطرفين المتقاتلين. وفي وقت مبكر أعلنت الولايات المتحدة أنها أجلت جميع موظفي الحكومة الأمريكية من سفارتها في الخرطوم، ومن بينهم عدد صغير من الدبلوماسيين من دول أخرى، وفي عملية شهدت إجلاء أقل من 100 شخص. وقال مسؤول عسكري إن الطائرات الأمريكية دخلت السودان وخرجت منه دون أي مشكلات. كما أعلنت فرنسا بدء عملية إجلاء سريع لرعاياها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان. ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن العملية ستشمل أيضا مواطنين أوروبيين وآخرين منحدرين من دول شريكة حليفة دون أن تقدم تفاصيلا إضافية. وقالت وكالة أوسشادت براس إن المعطيات في السودان تعتبر وصفة مشابهة لصراعات عصفت بلدان أخرى في الشرق الأوسط وكذلك إفريقيا، ما يهدد بانتقال الصراع عبر الحدود، مرجحة أن يكون المنتصر في القتال الحالي هو الرئيس المقبل للسودان، حيث يواجه الخاسر المنفى والاعتقال حتى الموت. هذا وفي آخر التطورات أفاد مراسل الجزيرة بتجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في أم درمان غربي الخرطوم، وبسماع أصوات إطلاق نار متقطع في محيط القصر الرئاسي، وذلك عقب هدوء حذر شهدته العاصمة السودانية وذلك الليلة الماضية. وقالت قوات الدعم السريع إن طائرات الجيش قد قصفت اليوم الأحد مواقعها بمنطقة كافوري في الخرطوم بحري. وقبل الاشتباكات كان الهدوء يسود أحياء باري وكافوري وجبرة التي كانت تشهد اشتباكات دائمة منذ اندلاع القتال السبت الماضي. وشهدت العاصمة الخرطوم أمس السبت معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع عند منطقة بحر شمال الخرطوم أدت إلى تدمير بعض المنازل والمحال التجارية. وبينما تسعى دول عديدة لإجلاء مواطنيها، أعلنت الولايات المتحدة اكتمال إجلاء موظفي سفارتها وذلك في الخرطوم وعائلاتهم. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جيش بلاده أجرى عملية لإجلاء موظفي الحكومة الأمريكي وذلك من الخرطوم. وأكد بايدن وقف أنشطة سفارة بلاده في الخرطوم مؤقتا.